السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده هنعمل مع بعض الصلصة بطريقة سهلة بدون مواد حافظة، مش هاقول لكم زي الصلصة الجاهزة بل أحلى وأنضف مليون مرة من الصلصة الجاهزة. أنا اسمي موزة البكرشي ودي قناتي، يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصل ليكم كل فيديو جديد بنزله. يلا نبدأ الفيديو ونشوف الصلصة المركزة الجميلة دي هنعملها ازاي. الأول هنسمي الله، معايا هنا 8 كيلو طماطم. طبعا لازم ومهم جدا ننقي الطماطم جامدة ونضيفة كده زي ما انتم شايفين، ما تكونش طرية وبايظة. تمام. جبت حلة، هبدأ بقى أقسم كل طماطماية نصين كده وأشيل الجزء اللي عند العنقود ده. تمام. لازم نقسم الطماطماية نصين، أولا علشان ما تاخدش مكان معانا في الحلة، وفي نفس الوقت علشان برضو نتأكد إن الطماطماية نضيفة من جوه ما فيهاش أي حاجة خالص. طبعًا أنا في الأول خالص قبل ما أقطّع الطماطم، شطفتها كويس جدًا تحت الحنفية، وبعد كده جِبت طبق كبير مليان مَيّة، وضِفت عليه 4 معالق خَل، ونقعت فيه الطماطم لمدة 5 دقايق، وبعد كده شطفتها كويس جدًا تحت الحنفية، وحطيتها في مصفى وسِبتها لحد ما صفِّت مَيّتها تمامًا. عايزة أقول لكم إن خطوة الخَل دي مهمة جدًا، علشان زي ما قُلت لكم قبل كده، إن الخَل بيموّت البكتيريا اللي بتكون موجودة على الخضار. تمام. طبعًا كلنا عارفين إن الطماطم الأيام دي ما شاء الله مالية السوق، فنحاول نستغل الفرصة دي ونخزّن أكبر كمية من الطماطم، ده غير إن هي بتكون منقذة وبتنفع معانا في أوقات كتيرة جدًا، وبتوفّر معانا في الوقت وفي المجهود وفي الميزانية. إن شاء الله الأسبوع اللي جاي نفرّز مع بعض التوم بطريقة سهلة ومضمونة 100%. خلاص قطّعت كل كمية الطماطم، حطيتها على البوتاجاز الأول على نار هادية لحد ما الطماطم تنزّل مَيّتها، بعد كده ممكن أعلّي البوتاجاز ما فيش مشكلة خالص. ما تقلقوش من كمية الطماطم دلوقتي هتهبط وكميتها هتقل النُص بالضبط. شايفين؟ الطماطم قلِّت النُص بالضبط. طبعًا فيها مَيّة زي ما أنتم شايفين، هاحطها في مصفى وهاسيبها لحد ما تصفّي مَيّتها تمامًا. أنا عايزة أتخلّص من المَيّة دي، أنا عايزة الطماطم بس علشان تكون مركّزة معايا. بعد ما صفّيت الطماطم كويس جدًا، جِبت الهاند بلندر زي ما أنتم شايفين وهابدأ أضرب الطماطم. ممكن تستخدموا الخلاط، بس لو لقيتوها تقيلة على الخلاط ممكن تزوّدوها نُص كوباية مَيّة من الحنفية. تمام. بعد ما ضربت الطماطم، جِبت مصفى يكون فتحاتها ضيّقة، وهابدأ أصفّي الطماطم علشان أتخلّص من القشر والبذور اللي بتكون موجودة في الطماطم. تمام. لازم ومهم جدًا نصفّي الطماطم علشان نتخلّص من القشر والبذور اللي بتكون موجودة في الطماطم، علشان دي بتتعب القولون. تمام. شايفين الطماطم ما فيهاش أي شوائب، هو ده المطلوب. بعد ما صفّيت كل كمية الطماطم اللي موجودة معايا، شايفين ما شاء الله قوام الصلصة تقيل ومركّزة جدًا، ده علشان أنا صفّيت الطماطم بعد ما سلقتها من المَيّة تمامًا، فلازم تصفّوا الطماطم من المَيّة بعد ما تسلقوها علشان في الآخر تاخدوا كده صلصة مركّزة وقوامها تقيل زي ما أنتم شايفين. بعد كده هاضيف عليها نُص كوباية زيت، وهاضيف معلقتين كبار سُكّر، ومعلقتين كبار ملح علشان تعادل حموضة الطماطم. مش هنضيف بنجر، لإن الطماطم ما شاء الله حمرا ومش محتاجة أي حاجة تاني. هاقلّبهم مع بعض كويس جدًا، وبعد كده هاحط الصلصة على البوتاجاز، وهاسيبها على نار هادية لمدة نُص ساعة أو ساعة إلا ربع، وبعد كده هاطفي عليها وهاسيبها لحد ما تبرد تمامًا. خلاص بعد ما الصلصة بردت تمامًا معايا زي ما أنتم شايفين، شايفين ما شاء الله لمّا سِبتها على البوتاجاز تغلي لمدة نُص ساعة أو ساعة إلا ربع، قوامها تقل ولونها بقى أحمر أكتر من الأول كمان. شايفين؟ ما شاء الله، أحلى وأنضف مليون مرّة من الصلصة الجاهزة. جِبت بقى أكياس التلاجة زي ما أنتم شايفين، وهابدأ أعبّي الصلصة. فايدة إن إحنا نغلي الصلصة بعد ما نصفّيها، ده بيخلّي قوامها أتقل وبيخلّي لونها أحمر أكتر من الأول، واللي أهم من كده لازم نصفّي الطماطم كويس جدًا من المَيّة بعد ما تتسلق، علشان المَيّة دي بتغيّر طعم الصلصة، وفي نفس الوقت ما بتخلّيش الصلصة مركّزة. تمام. فلازم ومهم جدًا بعد ما تسلقوا الطماطم لازم تصفّوها من المَيّة تمامًا علشان تاخدوا صلصة مركّزة وطعمها حلو. نحاول على قد ما نقدر ما نزوّدش كمية الصلصة جوّه الكيس، علشان الصلصة لمّا تتجمد نقدر نكسر منها بسهولة. تمام. هافرد الصلصة كده بإيديّا وأحاول أخرّج كل الهوا اللي جوّه الكيس، ممكن تربطوا طرف الكيس أو تقفلوها زي ما أنا عملت كده. تمام. هاحط بقى أكياس الصلصة على طبق علشان تفضل مفرودة، وهادخّلها الفريزر. بعد ما الصلصة تتجمد نقدر نشيل الطبق ما فيش مشكلة، ونحاول على قد ما نقدر ما نزوّدش أكياس الصلصة فوق بعضها علشان تتجمد بسرعة.
وبكده يكون وصفتنا النهاردة خلصت. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل فيديو جديد من مطبخي، مطبخ موسى البكرشي. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.